يا مساء السعادة على الناس السكر الزيادة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا يا حلوين، وحشني كل حاجة فعلا. ورجعت لكم من جديد بربع أبيض مع زينب مصطفى. كم مرة شفت منظر جميل وقعدت سارح كده في ملكوتك، وسرح ومتأمل حياتك، وتيجي كده عند نقطة مهمة وفصلت فعلا من الدنيا، وتلاقي دبانة رخمة فصلتك عن كل ده، اللي هو ياه يا بنت اللذينة. لا بجد، كم مرة قعدت وفصلت كده من غير أي تأثير حاجة حواليك، ومستمتع بلحظات صمت من العالم، وتسمع شوية لصوتك الداخلي عاوز ايه، بدل ما انت كاتمه كده وقاعد عليه طول الوقت. ما تسيبه شوية يقولك هو عاوز ايه، يمكن يرتاح. بتمر عليك لحظات إحباط، وبتمر عليك وبتقول مش هكمل. طب يا سيدي لو انت ما كملتش مين هيكمل يعني؟ من غيرك هيعيش لك حلمك. الكرة في ملعبك انت، يا اما تلعب صح يا اما هتتنسف، وتيجي ناس تانية يلعبوا بيك. اصل الحكاية ما فيهاش وقت خالص. يا اما تلعب الجيم بتاعك انت وتكون انت، يا اما هيتلعب بيك. تخيل يا من ناس عايشة مجرد بس تلعب عليك وتلعب بيك، وانت everything is okay، موافق قوي. خليك واثق انك قدها، وقادر تلعب الجيم بتاعك انت، وقادر تكون انت، لان مفيش وقت. عيش لنفسك ولحلمك ولهدفك، واي شيء يجي في المرتبة التانية. حقق ذاتك، لان لو ما حققتهاش دلوقتي هتبقى بتحقق ذات ناس تانية، وتتسحل في حياة الناس التانية. كن انت يا عزيزي وعزيزتي المستمعة. كل واحد فينا بيقابل تحديات في حياته، يوه ياما. في اللي هيقف معاك، وفي بقى اللي لكن علمتني الحياة إن قلبي مدينة بيوتها المحبة، وتركها التسامح والعفو، واعطي وما انتظرش رد العطاء، واصدق مع نفسي قبل ما اطلب من حد يفهمني. وكمان علمتني الحياة إن ما ندمش على أي حاجة خالص. طب انت متخيل يا مان إن كل اللي عليك إنك تسعى في الأرض وتحقق نجاحات وتبقى خليفة؟ خليفة بمعنى إنك تكون ليك أثر وبصمة في الحياة، مش خليفة بالمعنى التاني ده. والله هتوصل، بس لو أمنت بحلمك وأمنت إنك قادر توصل ليه، أيا كانت بقى الصعوبات اللي بتواجهها في حياتك، لأن ما جاتش في طريقك دلوقتي من فراغ، كله تأهيل للمرحلة اللي بعدها. اصبر، وبعد الصبر جبر. وزي ما بيقول مصطفى السباعي، لو نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لشفت الجمال الشائع في كل ذراته. بس كده يا سيدي، خلصت حلقتي معاكم النهاردة. كنت معاكم أنا زينب مصطفى من برنامج ربع أبيض. أشوفكم على ألف خير، واستنوني في حلقة جديدة.